والطريف هو اختيار الخديوي إسماعيل المنطقة لبناء مسجد لأحد أولياء الله الصالحين قيل تنبأ له بحكم مصر، وهو الشيخ صالح أبو حديد. وكان في بداياته قاطع طريق وأنعم الله عليه بالهداية، وقد حمل المسجد اسمه وذلك بين عامي 1863 ميلادية و 1867 ميلادية. تبدأ حكاية الست مسكة في زمن السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الألف الصالحي، أو صاحب القبلتين خادم الحرمين الشريفين قلاوون الصالح قسيم أمير المؤمنين، كما جاء على قبته بشارع المعز لدين الله الفاطمي، بما يعد نصا يبلور لشرعية حكمه من حيث السيطرة على الحجاز والعناية بالحرمين الشريفين، علاوة على مركز الخلافة العباسية الذي صار بالقاهرة بجهود الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقدار الصالح النجمي. شهد عهد قلاوون نزوحا للمغول إلى مصر، أعقبه عددا من المصاهرات بين العناصر المغولية والمماليك، ومنها زواج قلاوون نفسه بعد عامين من توليه الحكم بأميرة مغولية تدعى أشلون خوند. قدمت إلى مصر مع والدها وأسرتها فرارا من سلطان المغول، وسرعان ما رزق قلاوون من زوجته الثانية أشلون بابنه الملك ناصر الدين أبو المعالي محمد بن قلاوون عام 1285 ميلادية. فاختارت أشنو أن تعهد بابنها إلى امرأة أمينة من جنسها ومن أسرتها أيضا هي جلشانة، موضوع حلقتنا اليوم، للعناية به وتنشئته بشكل سوي وقويم. فتلقفته رضيعا ونما أمام عينيها وكبر بين يديها، فتحرك شعور الأمومة بداخلها تجاهه، ومع ذلك أظهرت كفاية في مهمتها وحزما